طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جولة جديدة للحديث عن مباريات الجولة الأولى من مجموعات أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. الجولة التي شهدت مباريات مثيرة جدا ومباريات كبيرة جدا على المستوى العام للبطولة، نظرا إذا ما تمت مقارنتها بالبطولات السابقة. تعتبر بطولة ممتعة جدا وبطولة مميزة، ونحن إن شاء الله موعودون بمباريات مهمة ومثيرة في الجولات القادمة، خاصة مع تقدم البطولة في الأدوار المتقدمة. اللي حدث إنه هذه البطولة هذا الموسم استثنائية جدا. ما في فرق بين منتخب كبير ومنتخب صغير، ما في فرق بين منتخب إنه مرشح أو منتخب غير مرشح، باستثناء منتخب المغرب ومنتخب السنغال. باقي المنتخبات مستواه متقارب جدا. كلا المنتخبات تلعب بصورة جيدة، قدموا أداء جيد، بغض النظر عن إذا ما استثنينا منتخب تنزانيا ومنتخب جامبيا. وحتى هم يمكن إنه نقول لأنه لعبوا أمام منتخبات كبيرة جدا، أمام السنغال وأمام المغرب، فظهروا بالصورة التي ظهروا بها. لكن عموما البطولة ككل بطولة قوية جدا، في تنافسية ما بين الفرق، هنالك عدم خوف عدم رهبة. زمان كنا بنقول عنها إنها فرق صغيرة، بس هذا الموسم لا توجد فرق صغيرة. بدأ من أيضا البطولة شهدت الكثير من الأهداف التي سجلت في الأوقات القاتلة، وده شيء نادر جدا. في البطولات السابقة كان المباريات تحسم أحيانا من الشوط الأول، فده بخلي إنه البطولة تكون مثيرة جدا. برضو هناك في بعض الأخطاء التحكيمية اللي شهدتها البطولة، وهي إذا ما قارناها بالأخطاء السابقة في البطولات السابقة تعتبر قليلة جدا، وإن شاء الله يتم تفاديها في المباريات القادمة ومع تقدم البطولة. نبدأ جولتنا بمباريات المجموعة الأولى، مباراة منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو. المباراة الافتتاحية، البلد المضيف منتخب كوت ديفوار الذي استطاع تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل. ورغم خسارة المنتخب غينيا بيساو إلا أنه قدم مباراة كبيرة جدا، وكان غادر على إحراج المنتخب الإيفواري في كثير من الفرص لولا رعونة المهاجمين. هنالك أيضا شاهدنا الكثير من الأخطاء الدفاعية بالنسبة للمنتخب الكوت ديفواري، اللي أيضا كان من المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا أو التتويج بهذه البطولة، نظرا للعديد من الأسماء الكبيرة التي تلعب في المنتخب، وأيضا كونه البلد المضيف للبطولة. فكان العديد من الأسباب ترشح أنه المنتخب اللي يمكن يقدر يصل النهائي. لكن بالنسبة للأداء اللي قدمه أمام منتخب غينيا بيساو يعتبر أداء عادي جدا، وليس أداء منتخب غادر على تحقيق البطولة أو التقدم في الأدوار الإقصائية. والجولات القادمة كفيلة بأنه تخبرنا إذا ما كان هذا المنتخب قادر على تحقيق الفوز والذهاب بعيدا في هذه البطولة. المباراة الثانية أيضا من هذه المجموعة كانت ما بين نيجيريا ومنتخب غينيا بيساو، مباراة متواضعة جدا من المنتخب النيجيري الذي أضاع العديد من الفرص، خاصة مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي أضاع أكثر من 3 انفرادات صحيحة وكان بإمكانه التسجيل. لكن ظهر برعونة جدا وأضاع العديد من الفرص. منتخب غينيا الاستوائية تقدم في النتيجة، ثم عدل المنتخب النيجيري بعد دقيقتين، وكان غادر أيضا على إضافة الهدف الثاني. المجموعة الثانية أيضا شهدت مفاجأة كبيرة جدا، منتخب مصر يتعادل بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة أمام منتخب موزمبيق، المنتخب اللي كان الجميع ينظر له على أساس أنه منتخب حصالة المجموعة ومنتخب ضعيف، لكن ظهر بمستوى شرس جدا. رغم تقدم المنتخب المصري في النتيجة إلا أنه استطاع أن يحقق التعادل والتقدم مرة أخرى. ثم تحصل المنتخب المصري على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، انبرى لها محمد صلاح بنجاح في الشباك ليحصد المنتخب المصري أول نقطة بتعادل هو يعتبر بطعم الخسارة، نظرا لأن المنتخب الموزمبيقي مقارنة بمنتخبات المجموعة الثانية منتخب غانا ومنتخب الراس الأخضر يعتبر منتخب أقل مستوى. أيضا شاهدنا في نفس المجموعة منتخب الرأس الأخضر يفوز على منتخب غانا، وأيضا في اللحظات الأخيرة هدف قاتل بعد التسعين. والمجموعة الآن أصبح موقفها صعب جدا، مصر موقفها صعب جدا جدا في المباراة القادمة، لازم يجب أن تفوز ويجب أن تحقق ال3 نقاط للتأهل. المنتخب غانا أيضا في موقف لا يحسد عليه بعد الخسارة وتقديم أداء ليس بذلك الأداء القوي الذي كنا نشاهده من المنتخب الغاني في البطولات السابقة في بطولة الأفريقية. منتخب الراس الأخضر حقيقة من المنتخبات المميزة جدا في البطولات السابقة، دائما ما كان يتأهل للأدوار المتقدمة، أحيانا يصل لثمن النهائي، أحيانا يصل لربع النهائي. ومنتخب محترم جدا يمكن أنه يسبب الإزعاج لأكثر من أي منافس، حتى المنتخبات الكبيرة قادر على أنه يزعجها.
المجموعة الثالثة مجموعة المنتخب السنغالي والمنتخب الكاميروني. أيضا المنتخب السنغالي فاز بسهولة جدا على منتخب غامبيا بثلاث أهداف، وقدم مباراة ممتازة جدا، كونه نظرا لأنه المنتخب مرشح بجانب المنتخب المغربي، هي من المنتخبات المرشحة بصورة قوية جدا إنها تصل المباراة النهائية إذا ما التقت في الأدوار القادمة. في نفس المجموعة المنتخب الكاميروني اتعادل مع منتخب غينيا، وهذا أيضا منتخب الكاميرون من المنتخبات الكبيرة جدا، وكان يعتبر تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للمنتخب الكاميروني، ويجب عليه أن يفوز في المباريات القادمة المجموعة الرابعة المنتخب الجزائري أيضا يقدم شوط أول ممتع، ثم يعود في الشوط الثاني ويقدم أسوأ أشواطه. استطاع أنه المنتخب أنغولا يحقق التعادل، وكان قادر على تسجيل هدف الفوز لولا رعونة المهاجمين. المنتخب الجزائري صراحة منذ فوزه ببطولة 2019 في مصر أصبح يلعب باسمه فقط، ليس ذلك المنتخب الغوي، المنتخب المرعب الذي شاهدناه في البطولة الأخيرة في مصر. فبالتالي يجب عليه الفوز في مباراته القادمة، وإلا أنه سوف تكون حظوظه ضعيفة جدا. في نفس المجموعة منتخب بوركينا فاسو استطاع أنه يحقق الفوز على منتخب موريتانيا في الدقائق الأخيرة في مباراة مثيرة جدا لمنتخب المرابطون الذي قدم مباراة كبيرة جدا، وكان يستحق على الأقل التعادل، لكن حدث أنه المنتخب البوركينابي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وبالتالي انتهت المباراة بخسارة المنتخب الأنغولي، ويجب عليه التعويض في مباراته القادمة. في المجموعة الخامسة أيضا هنالك كانت المفاجآت حاضرة، منتخب ناميبيا المنتخب المغمور يستطيع الفوز على منتخب تونس في اللحظات القاتلة أيضا، وتونس بالتالي حظوظها أصبحت ضعيفة جدا نظرا لأنه عندها مواجهتين أمام منتخبات قوية، منتخب جنوب أفريقيا الذي خسر أمام مالي، ومنتخب مالي المنتخب القوي. واحد من المنتخبات المرشحة إنه جميع المشاهدين يرشحونه للذهاب جميع بعيدا في هذه البطولة، ويرون أنه المنتخب الحصان الأسود الذي يمكن يتأهل للأدوار المتقدمة. لكن في رأيي الشخصي أن منتخب مالي ليس بذلك، ليس المنتخب، ليس حصان أسود فقط، إنما هو منتخب من المنتخبات الكبيرة جدا، ودائما كنا نشاهده في الأدوار المتقدمة من البطولة يتأهل ويفوز بسهولة جدا، حتى إنه إذا خسر بيخسر دائما تأتي خساراته بفارق هدف أو بفارق هدفين بالكثير. صراحة منتخب محترم جدا وقادر على إحراج أي منتخب في هذه البطولة. منتخب جنوب أفريقيا خسر رغم أنه بيرسي تاو أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول كانت كفيلة بأنه تساعد المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية، إن لم تكن الفوز فعلى الأقل التعادل. المجموعة السادسة مجموعة المنتخب المغربي، المنتخب المرشح، المنتخب المونديالي الذي كان الجميع ينتظر مشاهدته، وهو من المنتخبات المرشحة بجانب السنغال. صراحة أنا أرشح السنغال ومنتخب المغرب للوصول للأدوار المتقدمة، إذا إنهم ما التغوا في الأدوار الجاية مثلا دوري الربع النهائي أو الدوري ثمن النهائي أو نصف النهائي، فإنهم المنتخبات قادرون على الوصول للنهائي، ويمكن نشاهد نهائي ممتع جدا، نهائي بطعم المونديال نظرا لما قدمه المنتخبان في مونديال قطر 2022. منتخب المغرب استطاع الفوز على منتخب تنزانيا بسهولة كبيرة جدا بثلاث أهداف، وكان قادر على أنه يفوز بنتيجة أكبر لولا الفرص الضائعة سواء كان عن طريق النصيري أو حكيم زياش في الشوط الأول. وبالتالي المنتخب المغربي هذا وضعه الطبيعي انه يفوز وانه يحقق نتيجة ايجابية انه يتصدر المجموعة ويتأهل للدور القادم. ايضا المباراة الاخيرة كانت في المجموعة السادسة، مباراة الكونغو الديمقراطية ومنتخب زامبيا، منتخب الرصاصات النحاسية. صراحة منتخب زامبيا منذ فوزه ببطولة الأمم الأفريقية 2012 اختفى، والآن ظهر، لكن ليس بذلك المنتخب الذي أبهرنا في 2012 وقدم بطولة كبيرة جدا وبطولة تنافسية واستطاع التتويج باللقب تحت قيادة الثعلب هيرفي رينارد. بالأمس تعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وبالتالي أصبح موقف المنتخبين صعب. مش نقول إنه صعب، إنه توجب عليهم الفوز في المباريات القادمة سواء كان منتخب الكونغو الديمقراطية أو منتخب زامبيا. وكانت هذه حصيلة الجولة الأولى من مجموعات الأمم الأفريقية 2023، بانتظار مباريات الجولة الثانية التي تنطلق اليوم بمواجهة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو،
وأيضا مباراة في الساعة الخامسة أيضا مباراة الكوت ديفوار ومباراة نيجيريا، مباراة القمة في الساعة الثامنة، اللي هي تعتبر مباراة الصراع على الصدارة إذا ما تحققت مفاجآت في المباريات الأخيرة. وعموما إحنا موعودون بمباريات كبيرة جدا في الجولات القادمة مع تقدم البطولة في الأدوار النهائية. ونتمنى هذا الموسم أن نشهد بطل جديد، بدل مختلف، بطل جديد، بطل مختلف جدا عن البطولات السابقة، زي ما حدث في 2012 عندما استطاعت زامبيا أن تكسر جميع التوقعات وتتأهل للمباراة النهائية والفوز مع المنتخب القوي منتخب كوت ديفوار في ذلك الحين بقيادة يايا توري وديدي دروجبا. إن شاء الله المباريات الجاية نشهد مباريات مثيرة جدا كما شاهدنا في الجولة الأولى. واستمتعنا صراحة بالبطولة الأفريقية اللي هي تعتبر من البطولات المحببة بالنسبة لي، وهي مباريات دائما تأتي بالمتعة الأفريقية، بالثقافة وبالعادات الأفريقية، بالأجواء الأفريقية وكل شيء وكل ما يتعلق بأفريقيا وكل ما هو أفريقي نحن نحبه ونعشقه، ونحن إفريقيا ومن إفريقيا.